نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. في زماننا هذا انهارت القيم ودمرت الأخلاق وتراجعت الإنسانية. حياتنا والله أصبحت غريبة، أزواج وزوجات يخونون بعضهم بداعي قلة الاهتمام والرومانسية، وموظف يأخذ الرشوة ويخون عمله بداعي قلة الراتب. صدورنا تتسع عند سماع الأغاني، لكن صدورنا تضيق عند سماع كلام الله. انقلبت الموازين وتغيرت الحقائق، فنحن نعيش في أسوأ عصر من عصور البشرية، ونحن في زمان إذا كان الإنسان فيه تافها فإنه يصير نجما، وكلما ازدادت تفاهته كلما علت نجوميته. الواحد منهم لا يعرف معنى للعيب إذا امتلأ الجيب، ولا يخاف من العار وإن دخل النار. وحاليا معظم السيئين لا يشعرون أنهم سيئون، فالبخيل يرى أنه مقتصد، والوقح يرى أنه صريح، والنمام يرى أنه ناصح، والمغرور يرى أنه واثق من نفسه. وصدق الله العظيم إذ يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.